ثالث حاجة واللي أنا جاي أتكلم عليها النهاردة هو الأثر الثقافي للأفلام. تاني فيلم عندك سنة 1968 فيلم خيال علمي بيستعرض رحلة فضائية لكوكب المشتري. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. لكن خلال الرحلة الروبوت اللي معاهم بيقلب عليهم وبيرفض أوامرهم بعد ما عرف إن هم بيخططوا يستغنوا عنه. I know that you and Frank were planning to disconnect me. تالت فيلم سنة 1984 المشهور طبعا The Terminator بيتكلم عن روبوت تم إرساله من المستقبل عشان يقتل القائد المستقبلي لحركة المقاومة ضد الآلات. طبعا ظهر الروبوت أرنولد دلوقتي من غير ملابس داخلية. أول لقطة ليه هيقابل شخص ياخد منه هدومه. Your clothes. Nani? Give them to me. Now. آخر روبوت معانا كان في فيلم بلاك ميرور سنة 2017. الفيلم بيعرض كلاب روبوتات وهم بيطاردوا البشر. We found a dog at the warehouse. يعني البشر اصلا بيخافوا من الكلاب العاديه، تخيل يبقى ده كلب وروبوت في نفس الوقت. الحلقه دي بتعرض ست بتحاول تنفد بجلدها بعد مهمه عملتها، وواحد من الكلاب دول بيبدا يطاردها. But my guess is it's still operational. كل الافلام اللي انا وريتها لك دي من زمان وهي بتحاول تنشر فكره شر الروبوتات، وبتفكرنا ان التكنولوجيا ممكن في اي وقت تقلب علينا. طبعا انا مش بقول لك ان الموبايل او اللابتوب بتاعك دلوقتي بيعمل مؤامره عليك، لسه بدري، بس احتياطي يعني، بدل ما انت شغال شتيمه في شات جي بي تي وسيري، حاول من فتره للتانيه كده تقول لهم شكرا، يعني محدش ضامن نفسه الايام دي.